السلام عليكم، مساكم الله بالخير والله يعطيكم العافية. واليوم سالفة جديدة من سوالف الغد. أول ما بدلوا اللوحات قالوا بدل لوحة عراق كويت، في واحد كان مأجر بيت عبد الرضا هذا بدون على قولته، وكان يداوم بخبر السواحل، راح بدل رقم سيارته. نقوم نتشاور، قلت انا ابو قرغامه على اساس شنو؟ نبوقهم نستخدمهم. حنا قمت الفير كان اخذ وياي رابط الصنقل، رابط الرقم بصنقل. كان اقوم انا ورحيب مقص اللي قص صناقل وقص صنقل وابو قرغام. حنا بنشوف ردة الفعل. احنا نتمشى يمه نسولف، كان يقول باقي رقم سيارتي وباقي البنزين. اخو ما حد باقي البنزين كذاب. راح المخفر اشتكى، قال باقي رقم سيارتي. المهم اعطوه كتاب عدم تعرض، انه ما حيتعرضه. هني احنا شو نسوي؟ عندنا سيارة بايعينها العراقي، والعراقي محط لها لوحات عراق كويت، وراح فيها العراق صادوه. قال يا تيبرع السيارة يا تنعدم. المهم يا اخوه بالجيش يشتغل على البرازيلي فوق على قولتهم الرشاش هذا العود. ان شاء الله. رحت ويا العراق، دشيت على واحد عود، قال انت معطيه السياره؟ قلت ايه، من جماعتنا وانا بايع السياره. جاي يقول هسه تاخذ سيارتك ترجع الكويت. حاضر. اخذت السياره رجعت الكويت. طبعا احنا نبي نكمل، نبي نسوي سالفه هذا الحين شلون؟ نبي عدم تعرض عشان نزور الارقام والدفاتر. عشان اروح المخفر قلت باقي رقم سيارتي. باقي رقم السياره، والحين السياره معها رقم ما شنو. كان قال انت شنو تشتغل؟ انا ميكانيكي. كان اقول هسه جيت. شفت الشفر هذا؟ قال نزل التانكي ماله مال البنزين. نزل تانكي البنزين، ليش لا؟ نزلنا تانكي البنزين. هم اعطونا الكتاب هذا على المتعرض. شو نسوي؟ نزور رقم ودفتر ونركب على السياره الفلانيه، نبي نروح فيها ناخذ الورقه هذه، لوحاتنا مبيوقه، وقزرناها على كذي. والله يحفظكم ويعطيكم العافيه. وهذه من السوالف الخفيفه.